مصطفى عادل الزعري، خطاط ومصمم جرافيك من مواليد 1995 بالنواحي الجديدة. وحاليا كنشتغل كمصمم جرافيك في إحدى الوكالات الخاصة بالتسويق الرقمي. الفكرة الولوج لمجال الخط العربي جاءت بتشجيع وبتنويهات بعض الأساتذة، بحكم أن كان كتابتي الاعتيادية بين قوسين تظهر جميلة لبعض الأساتذة. لذلك بديت كنهتم بالخط العربي وكندخل كنقلب في الانترنت، ومن بعد تعرفت على أحد الأساتذة اللي بديت كنشتغل معاه مدة ديال سنة تقريبا. في الخلال ديالها تعرفت على أكاديمية الفنون التقليدية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. درست في الأكاديمية مدة ديال سنتين، وبدا المشوار الفني من هنا. يعني من بعد غادي نتعرف على أن هناك كاين جائزة محمد الساسلي في الخط المغربي وغادي نشارك فيها، والحمد لله غيوفقني الله تعالى أنني نحصل على المرتبة الأولى سنة 2016. ومن هنا غيبدا المشوار الفني. المسابقة كانت هي أول مسابقة غادي نشارك فيها في مجال الخط العربي، وكانت تجربة رائعة جدا واستفدت فيها من مجموعة ديال الأمور ومجموعة ديال الأخطاء حاولنا نصحوها من بعد. وكانت واحد المنافسة يعني شريفة ما بين المشاركين، وخصوصا أن المجال الخط العربي لأن فيه واحد الخير كتير. لذلك الحمد لله دازت المسابقة في ظروف جيدة، والحمد لله توج الفوز باستقبال ملكي ليلة المولد النبوي، وكان استقبال حافل ومسيرة فنية اللي غتبقى مطبوعة وراسخة في البال ديالي ما غاديش ننساها. الصراحة ما كان غير متوقع، لأن أصلا المشاركة في المسابقة ما تتعرفش شكون اللي مشارك، ما تتعرفش المستويات. دونك انت خدام على قبل الفوز، ولكن ما ضامنش انك غادي تفوز. لذلك كان واحد الاحساس رائع جدا، وخصوصا ان من بعد الفوز بالمسابقة غيكون استقبال ملكي وماشي سهلة من بين واحد العدد كبير ديال المشاركين. الحمد لله كانت واحد اللحظات لا تنسى. بالنسبة للمعارض، أول معرض غادي نشارك فيه كان في سنة 2016 على ما أظن، في المكتبة الوسائطية بالرباط. شاركت بلوحة بالخط المغربي المبسوط، يعني بمستوى عادي جدا، بحكم أن المدة الزمنية باش عرفت الخط ديك الوقيتة كانت قليلة. دونك بدأت المشاركة في كثير من المعارض والملتقيات، سواء معارض وطنية أو دولية خارج البلاد، وأيضا مسابقات يعني وطنية ودولية. والحمد لله ما زلنا كنشتغلوا على المستوى باش يكون في تحسن من أحسن إلى أحسن. بالنسبة للترويج للمنشورات ديالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دائما غادي بواحد الهدف، واحد المبدأ، وهو أنني نسوق الأعمالي سواء بالخط المغربي أو بخطوط أخرى أو التصميم الجرافيكي لأنها أحسن حلة، خصوصا الخط المغربي للمشارقة، لأن خط مازال مادة خام ومازال فيه ما يتشتغل عليه، خاص غير شوية ديال الاجتهاد والكفاءة. ممكن يكون من بين أحسن الخطوط وينافس الخطوط المشرقية أيضا. وحاليا دابا كنخدم على شين يوتيوب خاصة بالخط المغربي، وهي أول قناة حاليا في يوتيوب لحد الساعة منذ سنة 2018. كنشتغل فيها على مجموعة ديال الأمور، من بينهم دروس خاصة بالمبسوط بالتقعيد، شرح مفصل بالنسبة لأي واحد ممكن يبدأ يتعلم، غادي يخدم على الفيديوهات غادي يتعلم إن شاء الله. أيضا كاينة باج فيسبوك ديالي حتى هي كنشر فيها الأعمال والفيديوهات، وأيضا بعض الشروحات الخاصة للمهتمين. لكن كل هذا فقط غير في الوقت الفراغ، لأن بحكم الظروف ديالي في العمل ما مساعداش، دونك كنحاول نشتغل غير في الأوقات الفراغ، وهادشي اللي كاين. ماشي التصميم اللي كياخذ الوقت، وانما لانني حاليا كنشتغل في وكاله خاصه بالديجيتال ماركتينغ. دونك عندنا واحد لي زوغيغ ديال العمل اللي كنحترمهم وكنخدموا فيهم، دونك ما كيبقاش لي الوقت فين انني نشتغل في الخط العربي وسط من الخدمه. دونك كنشتغل يعني ملي كنسالي من الخدمه، اولا في الويكاند اولا في الليل اولا في العطل الى غير ذلك. انا قبل ما ندخل المجال الخط العربي كانت عندي مبادئ في الرسم، عندي موهبه ايضا في الرسم، لكن ما كملتش في الرسم لعده اعتبارات.
دونك الديزاين جرافيك عاوني بزاف في الخط العربي وخلاني نفهم مجموعة ديال الأمور ونشتغل على مجموعة ديال النقط، وعاوني بشكل كبير خلاني نحرق مجموعة ديال المراحل. دونك الديزاين كيكمل الخط العربي والخط العربي كيكمل الديزاين. لذلك حاولت أنني نشتغل على أعمال يكون عندها واحد طابع مميز اللي كيجمع ما بين لا توش ارتستيك ديال لانفوغرافي او لا ديزاين جرافيك اون جينيرال، و او ميم طو كيجمع ما بين لا كاليغرافي. فكرة إنجاز أول كراسة خاصة بالخط المغربي المبسوط مع القواعد هي ما كانش عندنا فكرة من قبل، لكن كنت كنشر بعض الفيديوهات وبعض الدروس في القناة ديالي، وبعض الإخوة طلبوا مني أنني علاش ما نحاولش نجمع دوك الدروس يعني في واحد الكتاب باش يكون متاح للجميع. دونك من هنا جات الفكرة أنني نشتغل على الكتاب ونشتغل على صنف واحد. الكتاب كنت اشتغلت عليه في 2018 تقريبا مدة ديال 3 أشهر، وجات فيه تقريبا 64 صفحة، واحد العدد مهم ديال الصفحات في خط واحد، فيها مجموعة ديال التفاصيل ومجموعة ديال الشروحات اللي غادي تمكن أي متلقي وأي مبتدئ أنه يشتغل على ذاك الخط. دونك ملي جات الفكرة واشتغلت عليها، حاولت من بعد نطبع نسخة تجريبية ورقية، وتواصلت مع عدة دور النشر هنا في المغرب. يعني تقريبا باقي كنعقل 28 دار النشر اللي تواصلت معاه هنا في المغرب، سواء بالتليفون سواء بالميل سواء كنمشي عندهم مباشرة للبيرو. لكن كنواجه الرفض لطبع الكتاب بحكم الجانب المادي، لأن الفئة المستهدفة للكتاب واحد الفئة اللي قليلة. صراحة نقدر نفهمهم على هذا الجانب، لكن كتلمس أن هناك واحد عدم تشجيع لهذا الجانب الفني، وهذا موروث ثقافي، لأن الخط المغربي هو خطوط كيتفرد بها المغرب وكيتميز بها، وبالنسبة لي واحد الموروث ثقافي فني خاصنا نحافظوا عليه ونطوروه بطبيعة الحال بقواعد بالأساسيات إلى غير ذلك. أكيد ما كاينش واحد الاهتمام كبير بالخط العربي إلا القليل، لا سواء من وزارة الثقافة لا سواء من الجهات المسؤولة عن القطاع. وهذا الشيء اللي كيخلي مجموعة ديال الشباب يكون كيعزفوا على هذا المجال. تيقول لك ودي انا واش غندخل نقرا انا كاع الدومين هذا وانا ما فيه لا فلوس لا والو، اش غندير به كاع انا غادي نصدع راسي نمشي نشوف شي حاجه اللي فيها الفلوس. دونك وحتى هذاك اللي كتكون عنده موهبه وخاصو واحد المجال او لا واحد المسار اكاديمي فين يسقل الموهبه ديالو ما كيكونش. يعني حتى الدور الاعلامي غائب على هاد الامور هذه. كاين مجموعه ديال المدارس، كاين مجموعه ديال المراكز التكوينيه فيها في الناس فين يتعلموا الخط، كاين مجموعه ديال القنوات اللي خاصه بتعليم الخط، مجموعه ديال الكتب، ورغم ان القله ديالها مقارنه مع الخطوط المشرقيه، لكن كتلقى ان الخط العربي فواد ومجموعه ديال الناس فواد اخر، عاد تزيد عليها مجموعه ديال المغالطات من بينهم مثلا الناس دابا حاليا كتعرف غير الخط العثماني. وبين قوسين باش ندي فرصه نصحوا هذا المصطلح هذا، المصطلح هذا الخط العثماني هو مصطلح خاطئ، لان بزاف ديال الناس غير واخدينه مفهوم وقع فيه لبس. مثلا والصحيح هو فيه الخط العثماني، وكاين واحد الخطأ آخر اللي كينسبوا للدولة العثمانية. تقول لك الخط العثماني راه جاي من الدولة العثمانية، وهذا أيضا واحد اللبس آخر واقع. الصحيح الخط العثماني نسبة لعثمان بن عفان الذي جمع المصحف، وهذا هو الصواب. وأيضا المقصود بالخط العثماني وهو الرسم العثماني، أي بعض التشكيلات وحركات ونقط كاينين في الآيات وفي القرآن اللي كتدل على الرسم العثماني. فكرت نشارك، لكن دائما غنرجعوا للجانب المادي، لانني كان خاصني نخدم، خاصني باش مصدر رزق باش نعيش باش كذا. دونك ملي بديت كنشتغل ما بقاش لي الوقت انني فاش نشارك في مسابقات اخرين، لان المسابقه انا بالنسبه لي يا اما نشارك باش نفوز او لا ما نشارك. يعني مشاركه من اجل المشاركه ما كاينلاش، خصوصا المسابقات الدوليه كيكون فيها واحد المنافسه كبيره وفيها ناس متخصصين، فيها ناس موفرين واحد الوقت كبير لهذه المسابقه، وانت غادي تجي تخدم غير في وقت الفراغ او لا في الوقت اللي مسالي ما يمكنش، لان غادي غير تضيع الوقت. وممكن هي كتجربه غتكون مزيانه، ولكن
كتلقى غير مشاركة من أجل المشاركة. الصراحة الهدف ديالي حاليا والحلم ديالي في مجال الخط العربي وهو كتابة المصحف الشريف بخط مغربي، خط مغربي مبسوط أو بأحد الخطوط. هذا هو الطموح ديالي حاليا. كنتمنى أن تكون شي شراكة ما بين دار النشر أو ما بين شي الناس اللي كيطبعوا المصاحف، ولما لا تكون بادرة خير.